بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين إلى يوم الدين. النهاردة معانا 50 قرش اللي هي القديمة زي ما حضراتكم شايفين. طبعا 50 قرش دي يا جماعة من سنة عفوا من سنة 80. هنا غين 6. طبعا أول ما طلعت 50 قرش زي ما حضراتكم شايفين. طبعا هنا المسجد اهو زي ما حضراتكم شايفين. طبعا 50 قرش يا جماعة مر علينا طبعا 50 قرش كتير او نص جنيه كتير من الخمسينات قرش اللي هي ديت. هنوريكم بعض منها برضو ان شاء الله. ده بالنسبة للظهر بتاعها. طبعا 50 قرش دي طبعا جايبة مبلغ برضو، يعني مش مبالغ كبيرة ولا حاجة، ممكن ب20 جنيه ولا حاجة، 30 جنيه 40 جنيه مثلا. واخدين حضراتكم. ده توقيع محمد اهوت ابراهيم. طبعا بالنسبة ل50 قرش هنوريكم برضو بعض منها معانا اهو. كميات منها اهو زي ما حضراتكم شايفين هنا اهو. طبعا هنا التوقعات مختلفة يا جماعة. هنا فاروق العقدة زي ما حضراتكم شايفين بالنسبة ل50 قرش ديت اهو. كل دول فاروق العقدة زي ما حضراتكم شايفين. في طبعا توقعات تانية بالنسبة ل50 قرش، مش فاروق العقدة بس. طبعا دي 2003 زي ما حضراتكم شايفين. هنا طبعا 2007. فديت طبعا يعني بنحاول بنعين اكبر قدر من ال50 قرش اللي هي موجودة او اللي بتتسحب من السوق. طبعا ما عادش منها دلوقتي ال50 قرش ديت او ديت او اي 50 قرش ما عادش منها دلوقتي في السوق المصري. طبعا البنك المركزي بيسحب الحاجات دي يا جماعة من السوق وبينزل عملات طبعا جديدة، واحنا برضو بدورنا ان احنا بنعين العملات وبناخد برضو العملات اللي هي التانية. طبعا هنا صلاح حامد برضو تاني اهو. بندور هنا برضو اهو نشوف صلاح حامد واخدين حضراتكم صلاح حامد برضو سنة 90 وهنا سنة 93 صلاح حامد. طبعا على قد ما بنقدر نشيل عملات يا جماعة، لان العملات دي بتبقى قدام ذكرى كويسة، وطبعا بتبقى ذكرى العملة المصرية اللي احنا مثلا نوري اولادنا ان ديت كنا بنصرفها زمان بمقام 5 جنيه او 10 جنيه. حاليا بالنسبة ل50 قرش دي كانت بتتاخد عيدية كبيرة يعني. طبعا بالنسبة للعملات التانية في طبعا هنا برضو العملات الجديدة بقى زي ما انتم شايفين دي طبعا عملة انصر برضو 50 قرش زي ما حضراتكم شايفين سنة 91 بس العملة ما شاء الله انصر كويسة بحالتها يعني حلوة، وانا بحافظ عليها برضو ان هي ما تتطبقش او حاجة زي كده. وطبعا في بعض منها اهو فاروق العقدة برضو انصر يا جماعة سنة 2007 فاروق العقدة زي ما حضراتكم شايفين طبعا العملة ما تغيرش فيها كتير الا الوان بس فقط لا غير، عشان نعرف الالوان والتوقيع. هنا مثلا التوقيع فين؟ على اليمين اهو زي ما حضراتكم شايفين، والبنك المركزي المصري على اليمين. ودي طبعا حاجة نادرة جدا. طبعا كله بيبقى في الوسط البنك المركزي المصري 50 قرش، والتوقيع فاروق العقدة في وسط العملة. هنا التوقيع في جانب العملة من الناحية اليمين خالص، فديت بيميز العملة دي طبعا عن غيرها بالنسبة ل50 قرش. لكن المسجد اهو زي ما حضراتكم شايفين، المسجد هو اهو فوق وتحت. نقرب لكم شوية دي من دي. ده بالنسبة للمسجد هو لكن الرسومات طبعا بتختلف شوية حتى هنا المسجد اختلف او مقلوبة الصورة. هنا المبنى على اليمين خالص، هنا المبنى على الشمال خالص اهو زي ما حضراتكم شايفين، وبعد كده المبنى التانية، وبعد كده القبة والجامع على اليمين خالص. هنا القبة والجامع على اليسار خالص هنا زي ما حضراتكم شايفين. طبعا الصورة مقلوبة او الرسمة او المسجد من اليمين للشمال غير ده خالص. يعني دوت بيبتدي من اليمين
والتاني بيبتدي من الناحية اليسار، لكن المسجد هو بالظبط اهو جامع الأزهر. هل الرسمة دي بقى اللي مظبوطة؟ هنشوفها بعد كده. هل الرسمة دي اللي مظبوطة بين الموقع ده، ولا طبعا التصوير مختلف من زاوية أخرى، المسجد دوت من الناحية التانية. فضلا وليس أمرا طبعا يعملوا لنا اشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس بالكل عشان أصلكم كل جديد، وطبعا عيدوا علينا بالاشتراك بالقناة أو لايك. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.